افخري يا تعز بالافخري، زمجري يا مدافع زمجري. ما عادت الزمجرة بكامل فريقها وما عادت بنفس الحماس، فالشاعر والمحامي وقائد الفريق توفيق الشميري ترجل وغاب، وهو يدافع عن كلماته بزمجرة تعز وفخرها. وآن لابنتيه أمواج وأبراج أن تفتخرا أيضا، فأبوه ما يقول ويفعل. في البيت المؤجرة لهم صار أردوغان طفله الوحيد يقوم بمقامه في الصورة، لكن البيت في نظر طفلتيه مؤقت. بابا شهد بالجنة وقال إنه سيفرش لنا فرش الجنة وبني لحنا بيت من فضة وذهب. توفيق ناضل ضد الظلم في ثورة الشباب السلمية وجرح حينها بساقه، لم يعقه ذلك عن مواصلة المشوار، فخرج بقلمه وسلاحه ولسانه مع المقاومة يدافع عن ثورته وجمهوريته. والآن في المقاومة الشعبية وصلت في رمضان قبل الماضي في منطقة كلابافنا الاشتباك، أحاول يعني ككثير من أبناء تعز رجال ونساء بأنه يعني نكون كلنا مقاومة. ارتقى المقاوم الثائر شهيدا في مقدمة الصفوف بجبهة ثعبات شرقي مدينة تعز. لم تكتفي عصابة الانقلاب بذلك، بل عبثت بجثمانه انتقاما، ثم أعادته بعد أسبوع في صفقة تبادل. في الوداع احتضان لجسد قد خار، فأمه العجوز تبكيه وجعا ودمعا، فيما بدت الزوجة أكثر صمودا في وجه الوجع. نوجه رسالة إلى الحوثيين بأن إحنا على دربه سائرون، وإن شاء الله يخلفنا النصر المؤزر بإذن الله. حمل ما تبقى من الجسد إلى مثواه الأخير، وقد زرع في الناس حب المقاومة وأكدها برحيله، ليعلم المتقاعسون أن الناس معادن وكل ذو قيمة والذهب لا يذهب. منطق الجميع هنا وفق توفيق لتحقيق حلمه، فلقد كانت حياته كلها ثورة ومقاومة، ومماته أيضا. أمين دبوان، يمن شباب، تعز.